حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة وصفتنا على فكرة مش وصفة طبخ، هي وصفة كل اعتمادنا هيبقى فيها على مية الورد. أي مية ورد بتجيبيها من أي سوبر ماركت. للأسف احنا بقى في مشكلة بنعاني منها دلوقتي، ان أغلب البيوت بيحصل فيها مشادات ومشاحنات وعراك والدنيا بتبقى وحشة جدا. طيب نعمل ايه؟ انا بصراحة الطريقة دي دايما يعني هي المفروض بتتعمل كل جمعة بعد الصلاة، بس انا بفضل اعملها اسبوعين، مرتين في الاسبوع، مرتين في كل اسبوع. شايفين؟ يعني انا دلوقتي مثلا رايحة عند الركنة، ادي الركنة اهي، شايفين؟ هبتدي ان انا ارش حبة موارد، ومع رش حبة الموارد اللي في الركنة دول عند كل ركن بقرا. تمام، بصوا اهي، ببتدي اقرا ايه؟ اقرا الفاتحة والمعوذتين والفلق. تمام، يعني انا هنا همسك عند كل ركن، ابتدي ان انا ارش فيه حبة الموارد واقرا فيهم القرآن. طيب يا نهى، مثلا الطريقة دي او الوصفة دي بتعمل ايه؟ عايزة اقول لكم ان الوصفة دي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بتحمي البيت من اي حسد، بتحمي البيت من اي مشكله. بصوا انا برضو هنا برضو في الركن ده، بصي انت اي ركن عندك ترشي فيه حبه موارد. طيب لو ما عندكيش موارد بتعملي ايه؟ عفوا طبعا البيت طبعا مبهدل شويه. لو ما عندناش موارد بنعمل ايه؟ بنرش حبه ملح خشن. في ناس هتقول لي ايه ده، انت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت بتعتمدي على ايه؟ انت على فكره دي حاجات وصفات يعني لا انت مثلا انت بتعتمدي فيها على قرايه القران، وحاجات طبيعيه زي الموارد والملح الخشن. طيب بتعمل ايه؟ بتحاول ان هي تهدي شويه من المشاحنات اللي موجوده في البيت، بتهدي النفسيه، بتخلي التوتر يقل في البيت. بالله عليكم الطريقه دي اعملوها مره في الاسبوع، مع بعد صلاه الجمعه او قبل صلاه الجمعه. هترشي في الاركان، يعني بص شايفين في اي طرقه مثلا في الركنه، وتقري المعوذتين والفلقيه، المعوذتين والفلق والفاتحه. في ناس بتقول البخور ومعرفش اللي هي المستكه والحاجات دي، لا انا مش بقتنع. انا بحب دايما المورد او الملح الخشن ارشهم في الارجل. وعلى فكره ما لهمش اضرار، ولا مثلا ان انت هتضطري ان انت تصبني بعد منهم، لا المورد بيفضل زي ما هو، والملح الخشن لما بتحطيه في مكانه بيسحب الطاقة السلبية الموجودة في البيت. ما تنسوش تدعمونا بأجمل لايك منكم، ويا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم. وبصوا أنا بحاول على قد ما أقدر إن احنا نساعد بعضنا، اللي يعرف حاجة يعرفها للتاني. أشوفكم إن شاء الله بإذن الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة عشان بيوتنا تبقى سعيدة. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.